مالك يا منجاوي؟ جو برد، جو متلج، مش عايز يتعدل الجو ده. بص بقى، صلي على النبي الاول، وحد الله. تمام. زي ما احنا في البطاطس كيلو ب 8 ونص، الشكاير 20 كيلو. ده بالنسبه للناس اللي متابعه عارفه ان الشكاير اللي بعملها 20 كيلو. بالنسبه للناس الجديده اللي بتتفرج على الفيديوهات، عندنا بطاطس اسمها سبونتا تحمير. ايوه يا فندم، تحمير. تعالى كده، شكلها ايه؟ اللي هي الطويله دي معروفه طبعا، دي سبونتا اهي زي الفل. دي يا باشا تحمير، تحمير. دي الكيلو منها ب 8 ونص. طب الشكاير الصغيره دي وزنها قد ايه؟ دي 20 كيلو. بالنسبه للناس، عشان الناس بتكتب في الكومنتات بكام اديني بقول لك السعر في الفيديو. البطاطس دي تحمير وزنها 20 كيلو. ده بالنسبه للبطاطس، والكيلو ب 8 ونص. يعني الشكاره ال 20 كيلو بكام؟ ب 170 جنيه. حلو الكلام؟ ده بالنسبه لايه؟ للبطاطس. تعال بقى للبصل. مش هينفع طبعا عايزين بطاطس من غير بصل، فاعمل لك برضو بصل ايه؟ ابيض. هو اللي ايه بيتخزن دلوقتي اهو، بصل ابيض. تعالى كده قرب عليا، بص العنقود بتاعه ما شاء الله ناشف اهو. بصل ده ابيض، ده بصل جديد بس ايه يعني يتخزن خلاص. البصل ده يتخزن. ده بصل اسمه فتيله. البصله المدوره دي ما شاء الله فتيله. الكيلو بكام النهارده؟ هبيعه لك بقى مفاجاه بقى. النهارده هبيع لك الكيلو من دوت بكام؟ 7 جنيه، يعني ب 140 جنيه الشكاره. كيلو من دوت بكام؟ ب7، يعني الشكاره ال 20 كيلو ب 140 جنيه. تعالى كده عشري ابو ياسين البليك. تعالى هات كده الشكاره هنا من الجنب اهي. ما شاء الله بيبقى ايه؟ كبير في الوسط، كله في قلب بعضيه، كبير وصغير ووسط ما شاء الله. في برضه البصلات اللي هي الفايره دي. تعالى كده قرب، هات كده وش الشكاره. تعالى قرب هنا 10. تعالى يا حبيبي، تعالى يا بابا، تعالى يا بابا، ما تتكسفش. الشكاره شكارتك. قرب كده وهات الشكاره زي ما انت شايف اهي اهي على عينك. الشكاره يعتبر ايه؟ ما شاء الله. بكام بقى؟ ب 140. يعني البطاطس 170 والبصل بكام؟ 140. يعني ب 310 هتجيب بصل وبطاطس 310. حلو الكلام. طب اللي ورانا ده ايه؟ اللي ورانا ده بصل احمر. ده اللي عايز ايه؟ يستخدم بصل الاحمر. ده بصل احمر، الكيلو بكام؟ ب 8 جنيه 160. ده بقى للاستخدام على طول، مش خزين دلوقتي، للاستخدام على طول. ده مش خزين، للاستخدام. حلو كده. دي انا عرفتك اسعار البصل والبطاطس وكل حاجه. اهم بقى من كل ده بقى ايه؟ ان انت ايه؟ تصلي على النبي في الكومنتات، ودعمونا وان شاء الله خير الايام الجايه. السلام عليكم.